واخيرا صاوبت السلو اولا السوف ديالي. هاد العام استعملت الفرينه البلديه، حمرتها غير في الدار. بالنسبه للجلان واللوز استعملتهم بلديين وكنطحنهم حتى يولوا على شكل بخاليني. هاد العام اول مره في حياتي كنستعمل الكاوكاو. اللوز راه كنخليه بقشورو وكنحمرو بقشورو. كيف قلت لكم قوقاو اولا كاوكاو الا كنتو غادي تحتفظوا بسلو مده طويله بلاش منه. الا كنتو غير مده قصيره بحال هكا ديروه، راه زوين وصحي. زدت الخروب وشويه ديال النبق ايضا طحنتهم حتى هما بودره. بالنسبه ليا انا هذا العام درت شويه لا ماتيغ غراس، زدت شويه الزبده نوازات. علاش؟ لان كانت عندي الفرينه البلديه كثيره، دونك باش ما يجينيش ناشف بزاف. الا كنتو ما باغينش نهائيا نستعملوا ماتيغ غراس، نقصوا من الكميه ديال الفرينه. المهم بطبيعه الحال كنطحن كلشي نوازات باش يتعلك مزيان، وكنخلط كلشي. الا كان عندكم العجان من الاحسن استعملوا العجان. خلطته بالعسل الحره، زدت شويه ديال الكروكون في الاخر. المقادير كلها غتلقاوها مكتوبين. الكروكون يعني شويه ديال الجلجلان اللي خليته صاين، وشويه ديال اللوز اللي غير رمشته. ملي كندلك مزيان السلو ديالي كنغطي عليه ونخليه يرتاح حتى الغد ليه وصافي، وكنقدموا بالصحه والراحه وعواشركم مبروكه.